راديو القاهرة الكبرى يقدم راديو القاهرة الكبرى يقدم اتعلمت القناعة والذكاء. بسمع كلام بابا اتعلمت. اسمع كلام ماما وتيتا وجدو. بحب صحابي. اسكتوا بقى عشان نسمع. حكايات كوم. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم معانا وحكاية جديدة وحكاياتكم. يلا بينا نسمع حكاية النهاردة مع دكتورة حنان عبد الرازق، وهتحكي لنا عن أشعة الشمس بتتكون من إيه وأهميتها لينا. يلا بينا نسمع الحكاية. أصحابي الحلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الجو بدأ يحرر والشمس بدأت تبقى موجودة طول النهار لأن شهر الصيف هيبدأ. طب يا ترى حد فيكم يا أصحابي فكر نور الشمس ده بيتكون من إيه؟ النهاردة أنا هحكي لكم نور الشمس اللي احنا بنشوفه ده بيتكون من إيه. ضوء الشمس بيتكون من مجموعة من الأشعة. أول حاجة الضوء المرئي، يعني الضوء اللي احنا بنشوفه بعينينا، ده تقريبا بيبقى نص نور الشمس، يعني 50% من ضوء الشمس هو الضوء المرئي اللي احنا بنقدر نشوفه بعينينا، وده الحاجة الوحيدة من نور الشمس اللي احنا ممكن نشوفها بعينينا، واسمه كمان الطيف المرئي الأزرق أو البنفسجي. وفي كمان الأشعة الفوق بنفسجية، ده نوع تاني من الأشعة موجود في نور الشمس اللي احنا بنقول عليها اليو في، لو كنتوا سمعتوا الاسم ده قبل كده، او الالترا فايلوت. ودي فيها 3 انواع من الاشعه، انما الغلاف الجوي بيمنع وصول بعض الاشعه ديت للارض. وفي نوع من الاشعه الفوق بنفسجيه ده هو السبب الاساسي في الخطوره اللي بتحصل من ضوء الشمس على بشره الانسان. ليه؟ لانه بيعمل تلف في خلايا البشره وبيدمرها. وفي نوع من الاشعه الفوق بنفسجيه دي كميتها بتزيد عن بقيه الانواع التانية، وبتبقى موجوده اكتر حاجه وقت الظهر، ودي بتوصل للارض ومفيش حاجه بتمنعها، لا السحب ولا الضباب اللي بيبقى موجود في السماء. وفي نوع من الأشعة الفوق بنفسجية هو ده اللي بيدي للبشرة فيتامين د، اللي احنا دايما بنقول ان هو مهم جدا للإنسان واحنا بنحتاجه علشان صحتنا. علشان كده مهم جدا اننا نتعرض للشمس، لكن يكون في وقت الصبح لحد وقت الظهر، لان الأشعة بتاعت وقت الظهر دي بتبقى مضرة. ورغم ان الأشعة اللي بتوفر لنا فيتامين د دي مهمة جدا جدا جدا، لكن كترتها هي اللي بتعمل الاسمرار بتاع البشرة، لانها بتخلي مادة معينة تبقى نشيطة في البشرة، والمادة دي هي اللي بتخلي البشرة تبقى سمرة، وكمان بتعمل حروق في الجلد زي حروق الشمس اللي بتحصل لنا بالظبط لو قعدنا على الشط أو في البحر لمدة طويلة في الشمس. علشان كده يا أصحابي احنا فعلا لازم نتعرض لأشعة الشمس، لكن بشكل مناسب وفي وقت مناسب علشان نستفيد منها وما نتأذيش من الضرر اللي ممكن تسببه. تالت نوع بقى من الأشعة اللي بتبقى موجودة في نور الشمس أو ضوء الشمس هي الأشعة تحت الحمراء، وهي برضو نوعين ومش بنقدر نشوفها بعينينا أبدا، بالظبط زي الأشعة الفوق بنفسجية، وبتكون نسبتها كبيرة قوي من الأشعة بتاعت الشمس، حوالي 40% من أشعة الشمس. ورغم إن إحنا بنقول إن في بعض أشعة الشمس بتضر البشرة، لكن لو اتمنع عننا ضوء الشمس خالص ده بيأذينا برضو، لأن قلة تعرضنا لأشعة الشمس ممكن يسبب نقص فيتامين د اللي قلنا عليه، اللي هو مهم جدا لصحة الإنسان. وفيتامين د ده مهم لصحة الجسم ولصحة العظم بتاعنا، علشان كده الأطفال الصغيرين بنقول إن دايما مهم إن هم يتعرضوا للشمس في وقت معين من اليوم وعدد معين من الساعات علشان يحصلوا على الكمية اللي جسمهم محتاجها من فيتامين د، وده اللي بيأثر على صحة العظم بتاعهم. كمان أشعة الشمس بتحسن مزاج الإنسان، بتخليه سعيد، ده لان لما البني ادم بيتعرض لاشعه الشمس بشكل كويس ده بيخلي المواد والهرمونات اللي بتعمل السعاده في جسم الانسان تبقى نشيطه وتبتدي انها تفرز في جسم الانسان، فالانسان مزاجه يتحسن ويحس بالسعاده. لكن الانسان اللي مش بيتعرض خالص لاشعه الشمس ودايما قاعد في اماكن مقفوله او مظلمه او فيها بس نور الكهرباء بتاع اللمبه، الانسان دوت بعد فتره بيلاقي نفسه حزين، وكمان ده بيأثر على تركيزه، بيلاقي نفسه مش قادر يركز كويس وكمان مش نشيط، لان زي ما قلنا كل الحاجات اللي أشعة الشمس بتفيدنا بيها زي فيتامين د، زي الحفاظ على صحة العظم، زي إنها بتخلي الجسم يفرز مواد معينة تحسن مزاجنا وتخلينا سعداء، كل ده الإنسان بيفقده لما ما بيتعرضش لأشعة الشمس بشكل كويس.
عرفتوا بقى يا أصحابي أهمية نور الشمس بالنسبة لنا، وليه دايما بنقول إن إحنا لازم نتعرض لأشعة الشمس بشكل كويس عشان صحتنا تبقى كويسة وأحسن بكتير. لكن أهم حاجة إننا ما نتعرضش لأشعة الشمس مدة طويلة، لأن زي ما قلنا إنها ممكن تعمل حروق زي اللي بتحصل لنا لما بنكون قاعدين في البحر مدة طويلة تحت أشعة الشمس. وكمان زي ما قلنا إن السخونية والأشعة بتاعت الشمس دي ممكن تسبب ضرر للخلايا بتاعتنا وتدمرها. علشان كده مهم جدا نتعرض لأشعة الشمس في وقت معين ومناسب من اليوم، ومدة معينة ومناسبة ما تكونش طويلة جدا عشان ما تأذيناش. واحنا كمان بنبر لمونا جواهينا. لكن في نفس الوقت ما ينفعش نمنع أشعة الشمس عننا أبدا، لأنها زي ما قلنا إنها مفيدة لينا جدا جدا ومفيدة لصحتنا. المهم ما نتعرضش للأشعة مدة طويلة وزيادة عن اللزوم عشان ما تأذيناش. حكايات كوم. إعداد وتقديم شاهيناز مصطفى. ولكم تحيات أزهر محمد، هندسة إذاعية.